اللي الست ممكن تتعلق بيه اكتر؟ هل الزوج ولا الاب؟ مش مهم مين اللي هي تتعلق بيه، المهم مين اللي ينفع يكون سند وظهر وامان ليها، مين اللي ينفع ان هو يكون راجل. لازم الشخص ده يكون راجل بجد، والراجل دي مش اي كلمه وخلاص، الراجل دي اللي يكون ظهر للست اللي معاه، امان، يكون هو الحضن اللي تترمي فيه بعد وتعيط وتفضفض بعد ألم وتعب وحزن وأي حاجة تعبتها أو وجعتها. الراجل اللي هي تروح تستخبى ورا ظهره لما تتعرى، ما تتكسفش منه، ما تخافش منه، ما تبقاش حاسه بقلق او بخوف او توتر، او تبقى عايشه معاه غصب عنها. حتى لو كان ابوها، ده لازم انت تكون راجل ليها وسندها وظهرها. لو كنت اخوها نفس القصه، لو كنت جوزها نفس القصه، حبيب نفس القصه. ما ينفعش يا جماعه ان احنا نستقوى على الست اللي معانا. لازم نكون احنا الست اللي معانا تستقوى بينا، مش احنا اللي نستقوى عليها. لازم ان احنا نكون نحافظ عليها، لازم ان احنا نحسسها بالامان، لازم نحسسها بالراحه، لازم نحسسها بالحب. الست مهما وصلت لدرجه من قوه وان هي بتبان قدامك ان هي قويه، وبتبان قدامك ان هي قادره على التحدي، وقادره ان هي تاخد كل حاجه بنفسها، او هي ممكن تقول لك انا اقدر اعيش لوحدي ومن غير اي حد، من غير ما تسند على حد، ومن غير ما يكون حد في حياتي. بالعكس، الست مهما كانت قويه لكن ليها نقطه ضعف، ليها ان هي عايزه ان هي تبقى حد يحتويها، عايزه حد يطبطب عليها، عايزه حد ياخدها في حضنه، يطمنها، يقول لها انا معاكي، اطمني، انا سندك، انا ظهرك، انا امانك. يعني حتى لو كانت بنتك، اختك، حبيبتك، مراتك، حاول تحافظ على الست اللي معاك بقدر الامكان، لاني والله العظيم هي انتوا سندهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. لو كنت جوزها تكون ما تخليهاش تندم في يوم من الايام ان هي اختارتك وسابت بيت اهلها وسابت راحتها وسابت امانها وسابت حياتها واختارتك انت. ولو كنت ابوها او اخوها ما تخليهاش ان هي تحس بالضعف، او تحس ان هي بتستعر منكم او بتستقل منكم، او ان انتوا مش مالكوش لازمه في حياتها. لا، حاولوا تكونوا انتوا كل حاجه في حياتها، حاولوا تمتلكوها، حاولوا ان انتوا تخلوها ملكه متوجه. حاولوا ان انتوا تشبعوا بناتكم واخواتكم حب، علشان خاطر ما يروحوش يدوروا على الحب ده بره. لاني لو افتقدوه في المكان اللي هم عايشين فيه، او تبقى افتقدوه في بيتهم او في حياتهم، فهيروحوا يسمعوا اي حد يضحك عليهم بكلمه حب، حتى لو هم مش بيحبوهم، فهيندفعوا باسم الحب، لانهم هم جعانين حب. عايزين حد يحبهم، عايزين حد ان هم يبقى يقول لهم، يقول لها انت ملكه، انت تعيشي ملكه كده ومتوجه، وانا اللي ليكي السند والظهر والامان والحب والاحتواء. هو ده اللي المفروض ان انت تعمله مع مراتك او زوجتك او بنتك. حاولوا يا جماعه تحافظوا على البنات اللي في حياتكم. الست مخلوق ضعيف، فحاولوا يا جماعه تحتووهم بكل حب وبكل انسانيه وبكل رحمه. ده ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم قال استوصوا بالنساء خيرا، وهي دي الخلاصه. امال احنا ليه برنامجنا اسمه الخلاصه؟ عشان بيجيب من الاخر. فالمفروض يا جماعه ان انتوا تحتووا الست اللي معاكم، اللي في حياتكم، سواء بنتك، سواء اختك، سواء امك، اي واحده في حياتك لازم ان انت تحتويها، لازم تحسسها بالامان، لازم تحسسها بالسند، بالظهر، بالحب، بالاحتواء.